مساء الخير. النهارده هنعمل عيش ظريف كده بيتخبز في الفرن. بصوا بقى، احنا معانا 5 كوبايات من الدقيق، الكوبايه المج العادي اللي بنشرب فيه الشاي. دول 3 معالق 5 معالق زيت من بتوع الاكل. ودول 3 معالق لبن رايب، احنا مروبينه على ايدينا. ما عندكيش لبن رايب يبقى 3 معالق زبادي كبار، معلقتين سكر صغيرين، معلقتين خميره كبار. هنحط بقى، هناخد معلقتين السكر الصغيرين على معلقتين الخميرة الكبار، معلقتين خميرة كبار عليهم معلقتين سكر صغيرين. هنحط عليهم شوية مية. بصوا بقى، خدنا السكر والخميرة، هنضيف عليها عشان احنا في الحر، هنضيف شوية مية عاديين خالص، مش محتاجين مية سخنة، الدنيا حر ومش مستاهلين. هندوب كده. بصوا حبايبي، هي بتكلكع في الاول بس لا ما تشغلوش دماغكم، تفضلوا وراها لغايه ما سالت خالص اهي. هنحط الخميره بتاعته والسكر اهو، السكر كمان داب اهو، مش حاجه. وبعدين هناخد اللبن الرايب او الزبادي ايا كان عندكم، ما تشغلوش دماغكم. طب انا ما عنديش لبن رايب ولا عندي زبادي، لا ما فيش حاجه، نص كوبايه لبن وتحطوا عليهم معلقتين 2 خل، هيروبوا، سيبوهم بس ايه ثواني كده، قيمة 10 دقايق ربع ساعة، هيروبوا على طول. هناخد بقى، احنا مالين كوباية من اول الخميرة، مالين الكوباية مية، هنحطها كلها مؤقتا ونشوف هنحتاج ولا لا. خليكم معايا. بصوا خلي بالكم ان احنا ملينا الكوباية مرة تانية، دي تاني كوباية خدنا منها شوية. هنكمل اهو، هنحط نقطة بنقطة كده، مش عايزينها ايه تبقى ميه ونرجع نزود دقيق، ده كده يبقى لخبطه بقى. هنزود الميه بالتدريج، خلي بالكم ميه من الحنفيه عادي خالص. هكمل عجين بقى بايديا وايه، وهوريها لكم. بصوا حبايبي، العجينه خلصت اهي. نحط بس الزيت بقى نلم بيها العجينه، ولا هي طريه ولا هي ناشفه، شايفين ما بتلزقش اهي. نحط بس 5 معالق زيت، كل كوبايه دي لها معلقه، كل كوبايه لها معلقه. معلقه زيت من بتاع الاكل يا جماعه، مش معيار. هشربها وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي، عجينه طريه جميله خالص اهي. ماشي، هنغطيها بقى بكيس نضيف او استريتش او اي حاجه. خلي بالكم احنا ما خدناش غير كوبايه ونص ميه، مش معنى ذلك ان كل دقيق هياخد كوبايه ونص، لا، كل دقيق بياخد حسب ما بيحتاج. دلوقتي احنا هنطلع لغايه اما تخمر، واما تخمر هوريها لها. بصوا حبايبي، عايزه اوريكم الخميره عملت ايه. طبعا هي لازقه فده مش مشكله اهي، هننزلها وخلاص. ولا اي مشاكل. بصوا هنقطعها، نجيب حاجه كده نقطع فيها. بصوا حبايبي، هما طلعوا 9، هنبطط واحده واحده وهوريكم هنعمل ايه. هناخد اول واحده نبططها، هنرش رشه دقيق صغيره خالص كده. لازم مش عايزين نستهلك دقيق كتير عشان ايه ما تنشفش مننا. هوريكم بتتعمل ازاي. مش محتاجه حتى نشف. بصوا بقى هنعمل ايه، عشان هي لسه هتخمر تاني. هندهن كده
زيت، زيت، زبدة، اللي انتوا عاوزينه، بس زيت عشان الحاجة تبقى خفيفة. اهي كده. هنعمل ازاي؟ هنعمل كده اهي زي ما قلتها بالظبط، وهنعمل كده بس. وهوريها لكم. احنا هنسيبها كمان تعلى بزيادة، وهنسويها على ورقة زبدة اهي، وهنعمل الباقي وهوريكم. ثواني هجيب واحدة تانية. هنعمل الباقي بقى ونوريكم. بصوا حبايبي، دي خمرت، شوفوا منظرها عمل ازاي. العجينة يا جماعة لازم تتبطط على دقيق خفيف، وفي وسط الزيت بالفرشة زي ما احنا قلنا، وتطبق بنفس التطبيق. بصوا بقى، عندنا بيضة هنضربها، هنحط عليها شعرة فلفل اسمر صغيرة خالص عشان بس ريحة الزفار، عشان هو بعد ما عملنا كل ده هنبهدل الدنيا. وهنضيف عليها معلقتين لبن، بس كده. وهندهن بالفرشة من فوق كده خفيف برضو، مش عايزين نوقع، وبالراحة خالص علشان ندخلها الفرن. هي دي خمرة اهي، فدي هتدخل الفرن. هندخلها بقى فرن على 180 درجة، يكون متسخن مسبقا، وهوريها لكم. بصوا يا حبايبي، انا عاوزاكم تشوفوا المنظر الجبار ده. بصوا، شوفوا احنا بنبطط على دقيق خفيف، اوعى ننسى. وبعدين واحنا بنحرك، هي دي اتقطعت بس مني، بس بصوا اهي اهي، دي من هنا. البيض لزق اتنين في بعض، لكن شغاله اهي واهي. البيض لما نزل هنا بيلزق يا جماعه العجينه في بعضها. عايزه اقول لكم حاجه، لازم دهنه الزيت، سمنه، اي حاجه اللي انتوا هتدهنوها قبل ما نتني، ونبطط على دقيق خفيف لان العجينه طريه. بصوا المنظر، بصوا اسفنج، شوفوا عامل زي الاسفنج، شايفين؟ انا بغطيه اول ما يطلع، اغطيه علشان يفضل محتفظ بطريقه حاجه كده فيها شبه من الكريب. ايه اللي غريب؟ مفيش غريب. تعالوا بقى هنحشي. انا مثلا عايزه احشي جبنه رومي وخس اهو. بص، هنحشي بقى هنا، هنحط مثلا جبنه رومي هنا كده كده، بصوا المنظر. وهنحط الخس هنا، اللي عايز بقى يحط طماطم، اللي عايز يحط دي كابوتشا، اللي عايز يحط فلفل الوان اهو. هنحشي واحد تاني، ونخلي هنا دي اهي كده، اوكي. ونخلي الخس هنا كده اهو. شايفين المنظر؟ كريب ولا مش كريب؟ دخلنا كده على شكل الكريب. طيب انا عملت دول، انا عايزه اعمل حاجه تانية. بص، هنشيل ده، اوكي. هنعمل ايه؟ بصوا، عندنا مثلا هنحط كده، اوكي. هنحط برضه خاص، عايزين بقى نحط هنا كده، حتى كمان اهي. بصوا، مايونيز راحتكم بقى، كل واحد بيحب يحط مش عايزه اعمل اي منظر كده علشان الولاد ما يقولوش لا ده انا مش بحب مش عارفه ايه. ايه رايكم في المنظر؟ ايه رايكم؟ كريب ولا مش كريب؟ عظمه. هعمل واحد تاني.
ارجو ان انتم تتابعوني. دي لو لزقت يا جماعة مش مشكلة، اهي اهي، شوفوا المنظر اهي، وهنا اهي. لكن اللي في الوسط ساعات البيض لما بيقع، بصوا البيض هو اللي هنا، هو اللي لزق، خليها تلزق في بعضها. فخدوا بالكم من موضوع البيض اللي باللبن ده. ارجو ان انتوا تتابعوني، وما تنسونيش في اللايك والشير، وباي باي.